يا ترى هنشوف ايه لو جبنا الرمل السحري اللي احنا عملناه هنا في شارع العلوم ومخلينه ضد الميه وحطيناها في غرفه الفراغ اللي مفيش فيها غير ذره هواء واحده. طبعا يا جماعه اللي ما شافش فيكم الفيديو ما يعرفش ان احنا بنعمل اقوى رمل سحري موجود على سطح الكوكب زي ما انتم شايفين كده، بيبقى ضد الميه تماما. حطه في الميه بيكون الشكل العجيب اللي عمركم ما هتشوفوه غير عندنا هنا في شارع العلوم، او ممكن تبقى تدفعوا فلوس كتير وتروحوا تجيبوه من اي حته ثانيه. انا اسف. واللي ما شافش فيكم الفيديو ده رمل عمره ما بيتبلى ابدا، برغم ان انا بطلعه من الميه بتلاقيه طافي فوق الميه وناشف زي ما انتم شايفين كده. وبنصحكم يا جماعه ان انتوا تخشوا على القناه تشوفوا الفيديو دلوقتي. وانا عندي كميه فضول رهيبه اعرف لما حاجه تكون ضد الميه وحاططها في الميه احطها في صندوق الفراغ ده ايه اللي هيحصل. الفضول هيموتني يا جماعه. اوبا. طبعا اللي احنا شفناه دلوقتي شويه بابلز بتطلع، ما شفناش اي حاجه غريبه، لكن اللي انا عايز اشوفه هل الرمله هتفضل ضد الميه ولا لا اول ما افتح الهواء. بس انا الصراحه لو فتحت الهواء مره واحده كل ده هيطرطش. انا عايز اشوف، فانا هرجع في كلامي يا جماعه ونفتح الهواء واحده واحده بالراحه. يلا يا باشا هيفتح. تعال لحظة الحقيقة، الفضول هيموتني، عايز اعرف الرملة هتفضل ضد المية ولا لا. بسم الله. تعالى تعالى حبيبي اتفرج معايا. تعالى انت معلقة المية. اوبا بص، ولا اكنها اصلا يعني عملنا فيها مجهود ان احنا نخليها ضد المية، عجنت مننا تاني. شايف العجينة؟ لما نيجي نقلبها هدينا كل حاجة. والنتيجة بعد ما حطينا الرملة السحرية في غرفة الفراغ ان الرملة السحرية رجعت رملة عادية.